السلام عليكم يا صديقي. اللي قدامك ده آثار الكاب أو مقابر آثار الكاب. تمام؟ ده مصر القديم يا صديقي، أقرب لك المسافة اهيت. ده مصر القديم. مصر القديم اهوت لم يستخدم الإشارات، ممكن يكون استخدم بعض المجسمات بس ما استخدمش الإشارات. بالنسبة للناس بقى اللي كانت بتقول إن مفيش دفن في الشرق وإن معظم المصري القديم دفن في الغرب، فده لأ، ده مصر القديم أهو. العقيدة فاتحة على اتجاه الغرب، وده موجود مقابر، سواء للمقابر حروب أو مقابر الدفن العادي العقائدي، وده واحد من ضمن الموجود معانا في المنطقة الأثرية هي. بس طبعا عشان ممنوعة فاحنا بنصورها من بره كده بس ديت عشان دي ظاهرة على الطريق يعني. ده اللي قدامك اهي بنفس القصة اهوت، ونفس الكلام اللي احنا كنا بنصوره لك وبنزله لك قبل كده. هي ان البيبان دي بتبقى مقفولة كده، تمام، والاشارات حواليها بره هي. طبعا هو ما استخدمش الاشارات بس بعض الصخور حواليها هي اللي هي مثبته للمكان. ده مش روماني، ده مصري قديم. وده طبعا في منطقه الكاب هنا تبع الاسره ال 28 وال 26 وال 27 تقريبا، والاحمس والمينا والكلام ده كله. طبعا الكلب ظاهر معانا في الفيديو اهوت، هو ورانا في كل حته. ده يا صديقي بالنسبه للمصري القديم. انا هحاول اقرب لك اكتر كمان عشان تشوف ان مفيش حاجه، مفيش اشاره منحوته، لا اشاره منحوته ولا اي شيء منحوت، ولا هو استخدم اصلا الاشارات في اي شيء المصري القديم. ده بالنسبه للمقابر ده. وطبعا الناس اللي كانت بتقول لك ما دام ان المصري القديم ما دفنش في الشرق، وانك ما دام في الشرق يبقى اتجاهك شرق ودفنك شرق، لا خلاص المقابر اهيت احنا في الشرق، ومقابر فاتحه غرب اهيت زي ما انت شايف، وما فيش الكلام اللي بيحكوا لك عليه ده. تاني حاجه بقى والموضوع الاهم هحكوا لك في فيديو تاني، وهو ان هل المصري القديم يعني لازم يكون في دفن روماني فوق دفن المصري القديم؟ اهو المقبره مكتشفه كلها فوق بعضها اهي، او مكتشفه من فوق كلها اهي، مفيش الكلام ده. استناني الفيديو اللي جاي هعمل لك فيديو عن الموضوع ده. انا احمد سفاري ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول.